طب يا جماعه، انا زي اي حد مصري بشجع المنتخب المصري بتاعنا جدا، وكلنا شجعنا اللعيبه، وكلنا كنا مع بلدنا، وكلنا رفعنا الاعلام. وزي ما انتم عارفين، لما كسبنا المباراه ضد نيوزيلندا كنا كلنا فرحانين، ولما خسرنا قدام الارجنتين زعلنا جدا، لان كانت مباراه غير عادله واحنا اتظلمنا فيها وغير موفقه، وفعلا احنا اتظلمنا. يعني زي اي حد مصري كلنا بنحب المنتخب بجد، وكلنا كنا بنشجعهم. لكن لما سمعت المكافآت المالية الضخمة اللي انتوا عارضينها على اللاعبين، بقيت في حالة ذهول، بقيت في حالة ذهول. يعني بجد انتوا بتستفزوا الناس. غير ان الفيفا اصلا بتعرض او بتدي ملايين الدولارات لاي حد دخل المسابقة، لاي حد دخل يلعب كورة. يعني حتى لو ما كسبش خالص بتديله ملايين الدولارات. يعني مثلا لو الاحصائيات اللي عندي دي صحيحه، اللي تاهل لدور ال 16 بياخدوا 15 مليون دولار، زينا بيدوا المنتخب بتاعه 15 مليون دولار، واللي تاهل للدور ال 32 بياخدوا 9 مليون دولار، واللي خدوا كاس العالم بياخدوا 50 مليون دولار، واللي طلعوا في الدور الثاني بياخدوا 33 مليون دولار. يعني هم مش ناقصهم فلوس، يعني ربنا يزيدهم يا رب، بياخدوا فلوس كتير قوي. لكن لما كمان الرعاة والناس اللي هي بتشجع الكورة ورجال الأعمال يعرضوا عليهم مبالغ ضخمة ويهدوهم هدايا مبالغ فيها، يعني لينا هنا يعني المفروض نقف ونقول ايه يا جماعة اللي بيحصل ده. يعني مثلا هنا مثلا خلف الحبطور 68 سيارة ماتسوبيشي حديثة. جرجس يوسف رجل أعمال شاليهات فندقية بالساحل الشمالي لكل اللاعبين. ياسين منصور مكافآت مالية ضخمة. معتز بالله نبيل يهدي لاعبي المنتخب نسخة من كاس العالم على هيئة كرة قدم مصنوعة من الذهب الخالص. نجيب ساويرس بيقول لك يهدي لكل لاعب مليون جنيه. ميزانية الدولة نفسها هتدي من ميزانية الدولة نفسها، كل لاعب هياخد نص مليون جنيه. يا جماعة ده امال لو كنا كسبنا كنت عملتوا ايه؟ لو كنا كسبنا كنتوا عملتوا ايه؟ ايه ده؟ يعني الناس دي هم محتاجين الفلوس دي؟ يعني انتوا هم محتاجين المكافآت دي؟ لا بجد، يعني هم محتاجينها؟ يعني في ناس غلابة أولى، في ناس مش لاقية تجيب الدواء، ده بجد في ناس مش لاقية تجيب الدواء، في ناس بتقضي عشاها نوم، في ناس أصحاب معاشات مش لاقيين ياكلوا، في ناس مش لاقية تتعالج، مش عارفة تتعالج. طيب بالفلوس دي، طيب بدل ما تتمنظروا وتطلعوا تستفزونا بالاخبار ديت وبالمكافآت ديت، طب ما تروحوا تبنوا مدرسه، طب ما تروحوا تبنوا مستشفى، طب ما تحسنوا المستشفيات وجوده المستشفيات عشان الناس تتعالج. طب بلاش ده، لموا الاطفال اللي ماليه الشوارع وروحوا اعملوا لها ملجأ، وجيبوا ناس متخصصه علشان تدعم الاطفال دي. يعني انا والله العظيم لما بنزل مصر وبشوف الاطفال اللي نايم تحت بير سلم، ولا اللي نايم تحت بيت، ولا اللي قاعد هدومه مقطعه مثلا في شارع، ولا اللي عايز يتجوز ومش لاقي يتجوز، ولا عايز يجيب حق الدواء مش لاقي يجيب حق الدواء. يعني انتم بجد اللاعبين ناقصين. يعني هم ربنا يزيدهم يا رب، هم محتاجين الفلوس دي؟ لا بجد الناس دي محتاجه الفلوس دي. انتوا يا جماعه ازاي حتى اللي ربنا كرمه ومديله بتدوله اكتر؟ طب ما في ناس غلابه اولى بالفلوس دي، في ناس مش لاقيه تاكل، بجد حرفيا مش لاقيه تاكل، بتاكل من الزباله، سوري يعني بتاكل من الزباله. طيب ساعدوا شاب فقير عايز يتجوز ومش لاقي يتجوز، ساعدوا بنت عايزه تتجهز وابوها وامها متوفيين ومش لاقيه تتجهز. يعني بجد انتوا بتعملوا حاجات اوفر ومبالغ فيها، وبتستفزوا الشعب المصري، بتستفزوهم. في ناس غلابة كتير أولى بالفلوس اللي انتوا بتوزعوها ديت. ولو كانت المبالغ والأرقام اللي انتوا بتوزعوها دي صحيحة، بلاش تطلعوا تستفزوا الشعب الغلبان، بلاش تطلعوا تستفزونا، بجد ده استفزاز. ده غير الحفلات اللي معمولة في الاستاد القاهرة، وحفلة هنا وحفلة هنا، وطبعا كل هيدخل الحفلة ديت هينفع المنظومة، هيدفع تيكت. يعني بجد زودتوها قوي. يعني اللي انتوا بتعملوه ده اوفر، حرام. بصوا للغلابة اولى بكل قرش.